قبل اي حاجه ما تنساش تشترك في القناه عشان نوصل 1000 مشترك قبل اخر الشهر. بحب اقولك انك دلوقتي تتفرج على اخر حلقه واعظم حلقه من اعظم مسلسل في التاريخ. اللي متابع هيعرف انا ليه بقول كده. اخر حاجه شفناها في الحلقه اللي فاتت لما ميرسل اتفق مع يوميكو وماكس انهم يخرجوا يوجين، ولما نيجن طلب من ماجي انها تروح معاه علشان يقتلوا باميلا لوحدهم. في نفس الوقت الزومبي اقتحموا المكان وعملوا قلبان، وكمان باميلا ضربت جوديس بالنار وديرل اخدها وراح بيها على المستشفى وفضل يجري بيها على اساس ان حد ينقذها، لكن ديرل بيغمى عليه والزومبي كانوا هيدخلوا المكان، لكن جوديس بتلحق تقفل الباب وبيغمى عليها هي كمان. واصحابنا في الوقت ده بيكونوا لسه بيقتلوا في الزومبي، لكن عددهم بيبقى كبير جدا، لكن بيقدروا يقتلوا جورج ويعضوا لوك من رجله، لكنهم بياخدوه ويجروا لانهم مش هيقدروا على العدد الكبير ده، وبيروحوا عند ديرل وبيقطعوا رجل لوك علشان ما يتحولش وكده. كيرول بتقوله ان باميلا اخدت الممرضات وكل الادويه وهربت، وده طبعا في مكان محصن بره الكومن وولز. بيقول لها انه هيروحوا يقتلها، لكن كيرول بتقول له فكر بعقلك شويه، كل الجنود محوطينها علشان تحميها وحتى ميرسل مسجون، واخونا روك بيكون خلاص على حافه الموت، الا انه بيطلع هرمونيكا وبيطلب منهم انهم يخلوا المزيكا حيه. طبعا كلهم بيكونوا متاثرين على اللي هو فيه وبيعيطوا، لكن للاسف بيفارقنا وبيموت، وكده الحزن بيملى المكان وما عادش حد ليه القدره انه يعمل اي حاجه. وجوديس بتكون فاقده الدم كتير جدا، الا ان ديرل بيتبرع لها بدمه. في نفس الوقت بيسمعوا صوت غريب، فكيرول بتاخد يوميكو وتروح تطمن على باقي اصحابنا، وبيرسل مسجون وطبعا مش عارف يعمل ايه علشان يخرج، لكن ماكس وبرنسس بيجوا في الوقت المناسب ويخرجوه. وبعدين بيروحوا عند ماجي والشباب وبيجهزوا اسلحه عشان يشوفوا يعملوا ايه في موضوع باميلا، لكن قبل ما يمشوا بيلاقوا ايرون وليديا فبياخدوهم معاهم ويمشوا. واخيرا وبعد معاناه روزيتا بتقدر تلاقي كوكو بنتها، وبيكلموا ميرسر عشان يتقابلوا في المستشفى. وبما اننا في المستشفى جوديس بتفوق، لكنها مش بتكمل كلمتين ويغمى عليها تاني، وكيرول بتقوله ان الزومبي اخترقوا المكان ولازم يمشوا حالا، وفعلا بيحوطوهم من كل مكان وكمان بيكسروا الازاز ويدخلوا. بيقتلوا فيهم شويه، لكن برضه كالعاده عددهم كبير جدا فبيهربوا. في نفس الوقت يوجين وروزيتا وجابريال بيتحاصروا من الزومبي، لكنهم بيلاقوا مكان يطلعوا منه. يوجين بيطلع وبعدين جابريال بيجي دور روزيتا عشان تطلع، بتحاول تطلع وكانت لسه هتوصل لكنها بتقع، بس دي روزيتا بتضرب فيهم لحد ما تقدر تطلع على العربيه وبتنطوا، في المره دي بتقدر توصل لهم. بنرجع لميرسل والشباب واللي بيقدروا يلاقي طريقه يتواصلوا مع حد يوصلهم لدكتور عشان يعالج جوديس. ماجي بتروح للشباب وبتسالهم عن نيجن، لكنهم بيقولوا ان محدش شافه من فتره، فبتطلع وراه وبتلاقيه واخد بندقيه ورايح علشان يقتل باميلا، وبيتاسف لها على كل حاجه عملها معاها واي حد عزيز اخده منها، وانه محسش بده كله الا لما كان قاعد على ركبته هيتقتل، وانه هيخسر مراته وكل حاجه. في الوقت ده صعب على ماجي واخدت منه السلاح وراح علشان يقتلوا باميلا. ويوجين بيتكلم مع روزيتا وبيعرف منها انها لما وقعت اتعضت، لكنها مرضتش تقول لحد، فبيعيط وبيبقى مش عارف يعمل ايه. روزيتا بتبصله كده وتضحك وكانها بتقول له هتوحشوني. بيقوم يبص راسها وبيكملوا عياط هما الاتنين. في الوقت ده ديرل وكيرول بيكونوا جنب جوديس وهي بتفوق، وبيقول لها انه جنبها مهما حصل، بس بيسمعوا ضرب نار. بيبصوا بيلاقوا الجنود بتضرب نار على اي حد بيطلع من البوابه سواء زومبي او غيره. ميرسل والشباب بيتفقوا على انهم مش هيسيبوا حد تاني يموت، ان دول ايا كان بشر. في نفس الوقت باميلا بتكون قافله البوابه ومش بتخلي حد يدخل، لكن ماجي بتصوب عليها وكانت لسه هتقتلها، بس نجيب بيوقفها، وده لان ميرسل وديرل وكيرول وكل اخواتنا حصروها هي والجنود. وميرسل بيقول لها انها خاينه، وده لانها جابت جيش كامل من الزومبي لحد عتبه بيتهم وسابت الاف يموت، وكمان ضربت النار على طفله. في نفس الوقت جيش الزومبي بيكون قرب خلاص. جابريال بيروح عشان يفتح البوابه، لكن الحراس بيمنعوه، وهنا بيتدخل ديرل وبيقولوا انهم يستحقوا احسن من القرف ده كله، وبيروح يفتح هو البوابه، وقائد الحراس بتطلب منهم انهم ينزلوا الاسلحه. وميرسر بيؤمر بالقبض على باميلا بتهمه جرائم كبيره جدا ضد شعب الكومن وولز. بيفتحوا البوابه بيدخل اهل الكومن وولز كلهم، وكمان جيري بيكون معاهم، وبيبداوا يعملوا خطه انهم يشغلوا موسيقى بصوت عالي، وده علشان يجذبوا انتباههم لانهم مالوا المكان بالبنزين وهيفجروا كل الزومبي. وفعلا بيدخلوا المكان على صوت الموسيقى، واول ما يوصلوا المكان منطقة الكومن وولز كلها بتتفجر بيهم وبتبقى خراب. وماجي بتروح لنيجن وبتشكره على الكلام اللي قاله، وبتقول له كمان انها ما حبتش ولا هتحب حد زي جلين، لانه حاسسها بكل حاجه حلوه، انها كل ما تشوف نيجن بتشوف جلين وهو بيموت، علشان كده مش قادره تسامحه حتى بعد ما انقذ ابنها. بعدها كلهم بيتجمعوا على سفرة جده محمد وبيشربوا نخبة اصحابنا اللي ماتوا، ولمتهم بتكون جميله جدا، الا ان روزيتا بتاخد جنبه وتقعد لوحدها. جابرييل بيسالها اذا كانت كويسه، فبتميل عليه كده وبتقول له انها تعرضت للعض وبتبتسم. جوديس بتشوفهم وبتفهم من نظراتهم انها اتعضت، بياخدها ويدخلها عند بنتها علشان تشوفها للمره الاخيره. وجابرييل بيونسها في موتها بكلمتين وبياخد كوكو وبيخرج. بعدها على طول روزيتا بتموت، وكده فقدنا اشخاص عزاز علينا جدا. بيدفنوها، وبعدين ايزيكيل بيخطب بيهم وبيتوج نفسه الحاكم، وميرسر مساعد الحاكم. طبعا كل اصحابنا بيسقفوا وبيكونوا مبسوطين جدا. بعدها ليديا بتدي لجوديس هديه وبتسيبها وتمشي، بتفتحها وبتكون سلسله ورساله من نيجن. وديريل بيقعد مع كيرول قبل ما يسيبهم ويمشي، لكنها بتبقى حزينه جدا وبتحضنه ويمشي.
بعدها بيسلم على جوديس وبيودعها، لكن قبل ما يمشي بيقول لها يرجع تاني، وبيقول لكيرول انه بيحبها، وبيركب الموتوسيكل بتاعه ويمشي. وبيجمعوا لنا شويه احداث جميله كده من بدايه المسلسل والمواسم الاولى لحد وقتنا ده. طبعا الكل مستني ظهور اخويا وحبيب قلبي ريك. بيظهر فعلا ومش لوحده، ميشون كمان بتظهر وبيطلبوا منه انه يستسلم لان مفيش مكان للهرب. وبكده يكون خلص مسلسلنا على خير. مستني دعمكم يا اخواتي، اشوفكم على خير.